هنتكلم النهاردة عن القديس باجوش شفيع الضيقة. اتولد القديس باجوش في الوجه البحري، وكان فلاح وغني جدا وبيمتلك حقول كتيرة، وكان بيحب الفقراء ودايما بيساعدهم. وربنا شاف قلب القديس باجوش اللي مليان حب، وكان عايزه ينال إكليل الشهادة. وفي يوم من الأيام ظهر الملاك ميخائيل للقديس باجوش وطلب منه إنه يشهد ليسوع المسيح ويعلن إيمانه. وعلى طول القديس وزع كل ممتلكاته على الفقراء، وراح لمجلس القضاء علشان يعلن إيمانه. والوالي إريانوس والي أنصنة عرف باللي القديس باجوش عايز يعمله، إنه هيعلن إيمانه بربنا يسوع المسيح، وأغراه بمغريات كتيرة جدا، وطلب منه إنه ينكر إيمانه. لكن القديس رفض طلب الوالي، والوالي اتغاظ جدا وأمر حراسه إنهم يحطوا باجوش في السجن. ومامة باجوش سمعت الخبر ده على طول جريت عليه وقالت له: كده برضو يا ابني، مش كنت تقولي عشان أشاركك في الإكليل الجميل ده؟ انت ليه ما قلتليش؟ فضلت طول الليل سهرانة جنبه. وتاني يوم الصبح الوالي إريانوس استدعى القديس باجوش، وكانت مامة باجوش ماشية وراه بتعلن إيمانها بصوت عالي جدا وبتقول: أنا مسيحية، أنا مسيحية. والوالي إريانوس اتغاظ جدا من اللي مامة باجوش عملته، أمر الحراس في الحال إنهم يقطعوا راس مامة القديس باجوش، ونالت إكليل الشهادة. والوالي إريانوس أخد القديس باجوش معاه لمدينة أنصنة علشان يعذبه. وهناك الوالي استدعى راجل أعمى علشان يشهد شهادة زور، والشهادة هي إن الراجل الأعمى ده هيقول إنه كان مسيحي، وعلشان كده هو فقد بصره وما بقاش بيشوف. لكن لما سجد للإله أبولون نال خيرات كتيرة جدا. والقديس استغرب من الكلام اللي الراجل بيقوله، وقال له: إيه اللي انت بتقوله ده تجديف. وفي الحال حصلت حاجة عجيبة جدا، الأرض اتشقت نصين وبلعت الراجل الأعمى. وطبعا الوالي إريانوس اتغاظ جدا، وفي الحال أمر بتعذيب القديس باجوش بأصعب وأشد العذابات، والملاك ميخائيل شفاه من كل عذاباته. ولما الوالي عرف إن في ناس كتير أمنوا وبقوا مسيحيين بسبب القديس باجوش، أمر بقطع راس القديس، ونال إكليل الشهادة في قرية طمة، واستشهد يوم 26 طوبة. بركة شفاعة القديس باجوش تكون معانا.